علم سوريا الجديد معناه ايه؟ الاربع الوان هي العصور الذهبيه للاسلام، الدوله العباسيه والفاطميه والامويه والهاشميه. اول نسخه للعلم ده كانت في الحرب العالميه الاولى مع الثوره العربيه، واللي رفع العلم ده كان ملك الحجاز الحسين بن علي. وقتها كانت سوريا محتله من فرنسا اللي حاولت تقسمها لدويلات بمنطق فرق تسد، لكن الثوره تنتصر ويبقى العلم الجديد هو علم الحجاز اللي كانت بتطمح الثوره العربيه انه يسود كل اراضي العرب، ويتناقش عليه قول صفي الدين الحلي: بيض صنائعنا يعني افعالنا طيبه، سود وقائعنا يعني الاوقات المظلمه في تاريخنا، خضر مرابعنا يعني الخير، حمر مواضينا يعني الدماء اللي بتراق على سيوفنا. للاسف فرنسا بتحتل سوريا تاني وينزل العلم، لكن يفضل مستخدم من المقاومه قبل ما تتحرر بالكامل وترجع سوريا دوله عربيه، ويترفع العلم عليه نجمه واحده كاول دوله عربيه محرره. ومع اتحاد سوريا ومصر في جمهوريه متحده سنه 58 هيتم اعتماد علم موحد فيه نجمتين بيرمزوا لمصر وسوريا، ولما ينفصلوا مصر هتستبدله بنسر ذهبي وسوريا هتكمل بيه. في ثوره 2011 المعارضه باطيافها المختلفه احتاجوا علم موحد يجمعهم، ملقوش افضل من علم الثوره العربيه، ورجع من تاني نفس العلم اللي اترفع بعد الاستقلال سنه 32 كانه رمز للخلاص من الاحتلال. العلم اترفع على سفارات سوريا في موسكو، ملجأ الاسد، والفيفا اعتمدته وقريبا كل الجهات الدوليه عشان الثلاث نجوم يمثلوا 3 مناطق سوريه محوريه: حلب ودمشق ودير الزور. هويه سوريا المتنوعه لكن موحده، ويفكرنا بقوتها الموجوده في نسيجها الثقافي الغني. الاحمر يفكرنا بدم اللي ضحوا، والابيض للامل في مستقبل متناغم مفيهوش ظلم، والاسود عشان ما ننساش الظلام اللي عاشته سوريا، والاخضر لهويتنا وتراثنا. قول لنا في الكومنتات شايف المستقبل عامل ازاي لسوريا الحبيبه.